يبقى احنا اتكلمنا في 3 نقط. قبل التفاوض هتحضر ازاي وهتعمل ايه وهتسأل نفسك انهي اسئلة. اخطاء في التفاوض تتجنبها، اساليب في التفاوض تعملها. تعال نتكلم في اخر نقطة، هتعمل ايه في المواقف دي. اول موقف، واحد بيتفاوض على السعر قبل ما يسمع الفاليو، قبل ما يسمع اصلا المنتج بتاعك. اسمع الموقف دوت وشوف الرد الفعل بتاع السيلز مان كان صح ولا كان ممكن يتطور شوية. قلت ايه؟ انا عارف ان المنتج كويس وعارف انك بتحاولي تعملي باكج وتزودي عليها حاجات مش قيمه قوي، بس انا محتاج السعر يقل عن كده لان السعر اهم حاجه بالنسبه لي. تمام، احنا اتكلمنا على الحاجه اللي انت بتدور عليها واتكلمنا على اللي انت محتاجه فعلا. اسمحي لي اقاطعك لحظه، انا عارف انك ما قصرتيش في حاجه، لكن انا محتاجه اتكلم عن السعر ده اهم حاجه بالنسبه لي. انا فاهمه طبعا انك عايز سعر عادل. لو قارنا الحاجات اللي انت محتاجها بالسعر المتقدم هتلاقيه مناسب. هل انت شايف سعر اقل من كده وفي نفس الوقت يناسب الحاجات اللي انت محتاجها؟ انا شفت كل الحلول والاختيارات، انا مش لوحدي في الشركه، انا عندي ناس بتراجع ورايا والسعر ده مش هيناسبهم، فانا محتاج السعر يقل عن كده كتير. المشكله اننا لو قللنا السعر جدا مش هنقدر نقدم الخدمه بالجوده اللي انت عايزها. حتى احسن الناس في الفريق بتاعنا مش هنقدر نخليهم مسؤولين عن المشروع بتاعك. انا فاهم قصدك، بس بالنسبه لسعر السوق اللي انا بطلبه مش كتير. هنا الشخص ضغط عليه جدا في الكلام وما كانش عايز يسمع قد ايه المنتج كويس. هل في طريقة احسن؟ هل لو ركزنا شوية على الفاليو وبطلنا ندافع الكلام يتغير شوية؟ بص على النموذج دوت. خليني ارجع لكلمه انت قلتها، ان في ناس بتراجع وراك. تفتكر لو انا وانت رجعنا العرض سوا ونشتغل مع بعض عشان يكون متفصل على اللي هما محتاجينه اكتر ونشوف اولوياتهم ايه، مش ده حل احسن؟ انا محتاج افكر شويه في الموضوع ده، ممكن يكون فكره كويسه. احنا عملنا كده مع اكتر من شركه. لما انا وانت بنشتغل سوا على العرض ونفهم قوي المدير محتاج ايه ونقدمه له بتكون نتائج احسن، وبيكون واضح قوي انك وفرت وقت ومجهود على المدير. عندك حق. تفتكر ممكن نقابله امتى؟ طبعا مش من كلمتين الحوار كله هيتغير. ده مثال بيوضح لك ازاي ان في المواقف اللي زي ديت تقدر تاخد الكلام في مكان تاني، نوصل لوين وين ديل.